السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايشين في غابة، الشعب اليمني هذا عايش في غابة، والبقال القوي لا ينتصر ويعيش في البلاد هذه إلا الشخص القوي. يكون على باطل، يكون شخص ظالم، الشخص القوي هذا يكون شخص ظالم مجرم ولكنه ينتصر في البلاد هذه، والشخص الضعيف المسكين يموت في البلاد هذه. يكون على حق، يكون الحق مع الشخص هذا المسكين ولكنه يموت هو حقه. والذي انتصر في القضية هذه قضية الطفلة جنات الذي اغتصبها المجرم أحمد نجات. الذي انتصر في القضية هذه المجرم أحمد نجات الذي انتصر في القضية هذه. بالرغم أن القضية هذه مثبتة ومذكور في قرار الاتهام بأن المجرم أحمد نجات شخص متزوج اختطف الطفلة جنات بالكره بالقوة، اختطفها وربط على لقفها وربط على يداتها ودخلها وخلص ملابسه واغتصبها بالغصب. ولكن هذا القاضي يحيى عبد الكريم المنصور، الراضي يحيى عبد الكريم المنصور الذي كنا متأملين فيه بالخير بأنه بيحكم على المجرم أحمد نجات بما أمر الله وبما قال الله، ولكنه ترك ما قال الله وترك بما أمر الله وحكم بما يشتهى المشايخ. حكم بالذي قالوا له المشايخ وبالذي أمروا فيها المشايخ الذي واقفين مع المجرم أحمد نجات. وحكم على المجرم أحمد نجات 15 سنة بالسجن، حكم على المجرم ب15 سنة بالسجن و5 مليون تعويض لأبو الطفلة جنات. يعني معقول يا قاضي عبد الكريم بأن الشرف عندك رخيص لهذه الدرجة؟ معقول بأن الشرف عندك رخيص يا قاضي عبد الكريم لهذه الدرجة؟ ولكن أنا أسأل الله بأن الله يشربك من نفس الكاس الذي شرب منه أبو الطفلة جنات، يذوقك نفس ما ذاقه أبو الطفلة جنات، وتجلس تعاني نفس ما يعاني أبو الطفلة جنات، تعاني وتحس نفس ما يعاني ونفس ما يحس أبو الطفلة جنات، وتحس بالكسر وتحس بالشرف.